حجاب يحمل خلفيه اخرى وافكار اخرى في التاريخ. ايديولوجيه معناها؟ لا، لانه وقت اللي ترجع تشوف التالي مع اليونانيين ومع شو دخل اليونانيين في الحجاب؟ ما شنو كانوا يلبسوه غادي، مش بالك. لا نحكيو على الحجاب الاسلامي كلباس ديني. لا الحجاب ماهوش الحجاب لا بتاع لا مش لباس ديني. لا مش لباس ديني الحجاب. وكان الله غفورا رحيما. هذا مش كل كانت تغطي المراه وتلبس، لا مش ديني. كان موجود اللي يقولوا انه جسد المراه رسول كل صنفان من أمتي لم أرهما أشد الناس عذابا ونساء كاسيات عاريات. أشد الناس عذابا البنت المتبرجة والمرأة المتبرجة عند الله يوم القيامة. المرأة اللي جاءت لأخي وحبيبي الشيخ محمد حسان لما كان في أمريكا، وشاب يهودي أسلم، فالشيخ حسان ربنا يحفظه سأله يعني أنت أسلمت وأنت ديانتك إيه؟ قال له كنت يهودي. قال له أمك أبوك ما ديانتك؟ قال له برضه يهودي ومتشددين ومتعصبين جدا يعني. قال له طب لما كانش أسلم جابهم كده نشتغل عليهم. فقال له أبويا مسافر وأمي اللي موجود. قال له خلاص هات. فجت تاني يوم المرأة ولابسه خمار ودخلت على الشيخ ولابسه خمار. فتعجب الشيخ فقال له يا امك اسلمت يا واد؟ قال له لا ما اسلمتش. قال له امال لابسه خمار ليه؟ قال له اصل هي عارفه ان عيب انها تظهر قدام شيخ مسلم وهي متبرجه. هذا وهم وهذا خلل في المنهج، وهذا خلل في العبودية والاستقامة لله تبارك وتعالى. بل على الأخت الفاضلة أن تصدق الله عز وجل. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. غالطين. لا ما هوش عورة الجسد نتاع المرأة. لا ما هوش عورة. الحجاب ما ينصش عليه. لا معناها أنت كي ترجع حتى للآيات القرآنية ما ثماش الشيء اللي تحطوا عليه راهم توا. فهمني؟